السلام عليكم متابعاتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم هادي في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا. مرحبا بكم في قناه شيوات ام ياسر. واشركم مبروكه. الله يدخلهم علينا وعليكم الصحيحه والسلامه ان شاء الله. واخا تعطلت عليكم في هاد لا فيديو، المهم ماشي مشكل، المهم نحطوا لكم اول سلو في القناه ديالي لأول مرة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم سلو كيف كتشوفوا، أو صفوف على حقو طريقو، كيجي معلك وبنين حتى بالنسبة للمبتدئات بزاف باش يصاوبوه. نخليكم مع الطريقة والمكونات ما تنشوفين. بسم الله. عندنا هنا البنات في المكونات عندي 3 كيلو ديال الفرص البنات احسن تتحمروا عاد عبروا. هنا عندي 3 كيلو حمرتو البنات غير في الدار غير في الفران. عندي هنا كيلو ديال الجنجلان اللي محمر، هانتوما او هرمشو، طحنتو هرمشو، طحنتو حمرتو البنات غير في الفران، هانتوما كيف كتشوفوا مهرمش. عندي كيلو ديال لارو ديال السكر كلاصي. عندي كيلو ديال اللوز حتى هو البنات اللي قليته في الزيت وفسختو في الماء هو الاول، هو واللوز فسختو مزيان في الماء. طيب، ودرت ليه خليته صفاية نشف ليا مزيان عاد قليته. وعندي هنا 4 المعالق ديال الكبار ديال النافع، ومعلقة 4 المعالق كبار ديال حبة حلاوة. وعندي شوية ديال اللوز للتزيين خليته كصين. 3 معالق كبار ديال القرفة. عندي شوية ديال الجنجلان حتى هو محمر في الفران خليته حتى الاخير، غنضيفو حتى الاخير. وعندي هنا البنات الكوزة كاملة محكوكة وقبيصة الملح. وعندنا البنات هنا الزبدة اللي ذوبتها، نقصت على العافية ذوبتها مهينة حتى طابت ليا مزيان، تقريبا نص كيلو البنات اللي درت ديال الزبدة. والزيت البنات اللي قليت فيه الكاوكاو واللوز. هانتوما البنات كاوكاو. من بعد ما فسختو درت ليه الماء طيب، فسختو كامل حيت لي القشره ديالته وخليته حتى نشفته هكا في منديل ودرتو يتقلى. العافيه تكون مهيله البنات، حيت لا جهدتي عليه العافيه دغيا غيتحمر ليك وغتجيك خضر من الداخل. هذه معلومه البنات. احسن نضيفوا الزيت خليها حتى تسخن مزيان وخليو العافيه تكون مهيله من الاول، تكون مهيله صافي. وكنطيبوا اللوز ديالنا والكاوكاو، وداك اللوز داك الزيت هو اللي كنصفيه وندير به السله، يعني ما كندير حتى شي زيت اخرى. هانتوما البنات شوف اللون ديالو ذهبي على هاد الشكل. صافي وكنحيدو نسقطرو مزيان من الزيت ونحيدو وصافي. دابا غندوزو معكم للسله. غادي نديرو البنات كيلو ديال الكاوكاو اللي هرمشو. غادي ندير كيلو ديال اللوز حتى هو اللي مهرمش، ما طحنوش بزاف ما تنيلوش. وغادي نضيف جنجلان حتى هو كيلو. انا البنات هنا ضفت كيلو من الحاجه. و4 معالق كبار ديال حبه حلاوه والنافع 4 و3 معالق كبار ديال القرفه. سكر كلاص البنات اللي بغات تعوضوا بالعسل تعوضوا بالعسل، ما كيبقى لكم اختيار. انا ضفت البنات كندير فيه سكر كلاصي. الفرصة البنات من احسن حتى ملي تعبروا تحمروه عاد عبروه. حيت علاش؟ ملي كتحمري كيهبط في الوزن، ما كيبقاش بحال دابا درتي 3 كيلو باقي كاع ما حمرتيه. ملي كتجي تعبريه من بعد ما كتحمري كتلقاي قل، كتلقاي 2.5. من احسن تتحمري الدقيق ديالك مزيان عاد ضيفي عاد عبريه. صافي كما كتشوفوا هانتوما البنات ضفت المكونات كاملين وكان ندخل هكا نحكو بيديا باش كلشي يتساجد ليا مع الفرص ونحكو بين يديا. هانتوما الطريقه البنات جد بسيطه وكيستحق التجربه لانه سلو مغربي 100%. ما كيخطا حتى شي منزل مغربيه، كيجي معلك على حقه طريقه، كيجي ما شاء الله البنات.
هنايا راك باقي كان ضروري في هاد المرحله ديروه مزيان، ضروري. واحد المعلومه، الا بغيتي تعرفي الدقيق ديالك راه محمر صافي، بغيتي تعرفي اللون كيف داير، غتاخدي معلقه كبيره ديال الدقيق محمر، وغتضيفي عليه شويه ديال الزيت، زيت عادي نباتي عاديه، وتحركيه وغتشوفي اللون كيف جاك. الا كان بيض راه باقي مازال، كان المهم انت غتشوفي اللون ديالو. هاد الطريقه البنات زوينه وعمليه باش انك تشوفي تعرفي الدقيق صافي واش تحمر مزيان ولا لا. كيف كتشوفها نتوما كنورق الدقيق بحال هكا، كنحكو مزيان باش المكونات كاملين يتساجبوا ليا مع بعضياتهم. صافي هنا خويت البنات شويه ديال الزيت، كنبقى الزيت والزبده كنبقى نضيفها بشويه بشويه باش نمعكو مزيان. بغيتو انا يكون يجيني معلق. ها نتوما كيف كتشوفوا الطريقه البنات جد جد بسيطه. اللي بغات تعوض الزيت ديال القلي بزيت بلديه يمكن لك، غير هي ما طيبيهاش، ما طيبيها ما حتى شي حاجه. والزيت الزبده البنات عندي نص كيلو، خلي نقص على العافيه. كيف كتشوفوا اللون ديالها راه طيبه على حق وطريقه. نقص عليها العافيه، درت بكاسرون نقص على العافيه باش ديك الحليب اللي كيكون فيها ما يبقاش لينا في الزبده. نقصت عليها مزيان البوطه حتى طابت ليا مزيان، تحيدت من ديك الكشكوشه ديال الحليب، يعني طابت حتى ولا اللون ديالها قهوي كيف كتشوفوا. وصفيتها صافي. كنعجن العجين ديالي سلو مزيان باش يجيني كيف قلت لكم بغيتو معلق. والاخوات اللي بغاوه ناشف نتوما كتخويو وانتوما عيلكم ميزانكم، حيت السلو من بعد كينشف راه ما كيبقاش بحال هكا، كدوز شي ايام وكينشف. صافي كنبقى معاك البنات نعجن نعجن مزيان كيف كتشوفوا غنزيد البنات شويه سكر كلاصي. مره كنذوق نشوف الحلاوه كيف بغيتي انا، حيت انا مبغيتوش يكون حلو بزاف. صافي كنعجن البنات السلو ونحكو بين يديا ونمعكو مزيان باش يجيني القوام كامل داخل في بعضياتهم. كنحكو بيديا بحال هكا. راه بنات ساهل، طريقه جد ساهله بسيطه، تبارك الله كيجي ما شاء الله. راه ما كيخطاش في رمضان. اي منزل، اي دار مغربيه ما كتخطاش سلو نهائي. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش السلو يكون معلق، ضيفوا الزيت والزبده بشويه بشويه تدريجيا حتى تحصلوا الاقوام اللي بغيتو. صافي نعجنو مزيان كيف كتشوفوا. انا الناس يسلو يكون معلق ما باش كيعجبني، وحتى في الماكله كيعجبني في صراحه، لا في البنه ديالو ولا في كل شيء. صافي كنعجن العجين ديالي كيف كتلاحظوا، كندلك كيف كتشوفوا كندلك السلو باش يجيني مقوت على حقه وطريقه. هذه هي الطريقه البنات اللي معتمده عندي انا دائما الحمد لله. ديما هذه هي الطريقه اللي معتمده عندي. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو يزيدوا ايلان الصوجا، بزاف د الحوايج الا بغاو يزيدوهم نتوما كيبقاو لكم اختيار. صافي شوفوا البنات التعليكه ديال السلو صافي انا بغيتوها لهاد القوام. صافي هنا بارك عليه، صافي هنا بارك عليه كيف كتلاحظوا. غادي نزيد هنايا البنات جنجلان اللي خليت اللي قلت لكم في الاخير غنضيفه جنجلان. ولو يعني تقريبا نقول البنات زلافه عامره ديال الجنجلان وزلافه عامره ديال اللوز اللي خليت.
غندخل فيهم البنات اللوز والجنجلان، ندخل في الخليط ديالي مزيان كيف كتلاحظوا. البنات اللي بغات تعلكوا اكثر من هكا تعلكوا، هانتوما كيف قلت لكم نتوما كتحكموا على القوام اللي بغيتو. وغادي نزيد البنات اللوز حتى هو. يلا ان شاء الله نرجع لكم الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرت معكم اليوم. كيجي رائع بزاف بزاف، لا من حنيه القوام ديالو ولا الطعم ديالو. بلا ما نقول لكم البنات ماشي حيتاش انا حضرته يعني. اللي ذاقوا كيشكروا كيعجبوا بزاف بزاف. وكنتمنى لا عجبكم لا فيديو ديال اليوم، وكنتمنى تجربوه ان شاء الله. كيجي معلق كيجي غزال ما شاء الله، على حقه طريقه تبارك الله ما شاء الله. وكانت هذه وصفتنا ديال اليوم، ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.